السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ياسمينة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم اولا غادي نحضر لكم الرايب ان شاء الله لرمضان الكريم. ما احنا عارفين في رمضان ان شاء الله كيعجبنا هكا نتسحروا بالرايب، واليوم ان شاء الله غنقدم لكم الرايب بحال اللي كيتباع يعني في المحلابات، يعني فحال ان شاء الله. غادي مكونات بساطين. غادي نحتاجوا في المكونات، عندي هنايا نصف لتر من الحليب يكون بارد اي 500 مليلتر، وعندي هنايا نصف لتر من الحليب 500 مليلتر اللي يكونوا مغليينها، يعني تكون مغليه مزيان. وغادي نحتاجوا الزبادي بنكهه الفاني. بالنسبه للزبادي كناخذوا اولا دانون، كناخذوا داك دانون اللي كيكون قاصح شويه، يعني ماشي هذاك اليوغورت اللي كيكون جاري، يعني من الافضل. واللي ما لقاتش تستعمل الزبادي اولا اليوغورت اللي جاري شويه، ولكن من الافضل نستعملوا دانون اللي قاصح. وغادي نحتاجوا 4 ديال المعالق ديال السكر حبيبات او سكر سنيده على حسب الذوق، كاين السيده تزيد اولا تنقص. وعندي هنايا معلقه كبيره من سكر الفاني ما يعادل 16 غرام. وغادي نحتاجوا كؤوس فين غادي ندير الرايب ديالي. غير الكؤوس اولا الزلايف اللي غادي نخدمهم يكونوا يعني كيقاوموا لنا شويه الحراره، لانه مازال غادي نديروا لهم المطايب باش ما يتهرسوناش، يعني يكونوا كيقاوموا لنا شويه الحراره. وهاد الكؤوس هادو اللي كيستعملوا في المحلابات كما كتلاحظوا راهم مزيانين، يعني كيستعملوا واخا نديروا لهم المطايب ما كيترتقوش. وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الكوكوت فين غندير الكؤوس ديالي. نبداو على بركه الله. دابا غناخذ هاد الجبانيه اللي دايره فيها نصف لتر من الحليب بارد، غادي نضيف لها سكر حبيبات، غادي نضيف سكر الفاني. بالنسبه للسكر الفاني كيبقى اختياري، يعني اللي كتبغي النكهه في الرايب ديال الفاني مجهده دير سكر الفاني، واللي ما كتعجبهاش يعني تكتفي غير بدانون اولا الزبادي. غادي نضيفوا هاد دانون اولا الزبادي بنكهه الفاني، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. ومن بعد غناخذ هاد الحليب اللي غليته مزيان، وغادي نبقى نضيف شويه بشويه وانا كنخلط. ومن بعد غادي ناخذ هاد الخليط ديالي وغادي نعمرو في الكؤوس. كما كتلاحظوا داك الكميه ديال الحليب عمرت بها 6 ديال الكيسان. وهذا الكاس هذا تقريبا العبر ديالو 180 مليلتر، يعني بالنسبه للكيسان ديال العنبه غادي تصاوب لك 7 ديال الكيسان ديال العنبه. دابا غنستف هذا الكيسان ديالي في الطنجره ديال الكوكوت. من بعد ما استفت الكؤوس ديالي في الطنجره بهذا الشكل هذا، انا هاد الطنجره زدت لي غير 5 ديال الكيسان، يعني الكاس الاخر غادي نديرو في كوكوت الصغيره بوحديتو. يكون عندي الماء سخون من قبل، يعني الماء غليان مزيان، وكنكبو هنايا في الجنيب، كنخلي شي جنيب نكب فيه الماء سخون ونصص الكيسان، يعني الماء كنعمرو النص ديال الكيسان. ونحاول ما امكن ما نقش الحليب ديالي بالماء، يعني نكبو في الجنيب. من بعد ما صوبت الماء سخون غادي نغطي الطنجره ديالي. بعد ما كنغطي الطنجره ديال الكوكوت ديالي، انا هنايا عندي الطنجره ديال الخارج. بالنسبه للطنجره ديال المغرب يعني كنسدوها مزيان وكنديروا لها الصفاره ديالها. من بعد كنغطي هاد الكوكوت ديالي يعني بشي ملايه اولا بشي فوطه تكون سخونه، شي حاجه تكون سخونه كنغطيها وكنخليها ما بين 5 حتى 6 ديال الساعات على حسب الجو. يعني دابا الحال سخون يقدر ما بين 5 حتى 6 ساعات يعني يكون موجود. ملي كيكون الحال بارد نقدروا نوصلوا معاه حتى ل 7 8 ديال الساعات. كنغطيوه وكنخليوه، ومن الافضل اننا نخليوه ليله كامله، يعني باش كيجبد لي مزيان وكيجي لي يعني عاقد مزيان بحال اللي كيتباع في المحلابات. وان شاء الله نتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي ديال هذا الرايب اللي حضرناه اليوم.
هذا هو الشكل النهائي ديال الرايب المنزلي اللي حضرت لكم اليوم، بحال اللي كيتباع في المحلات كما كتلاحظوا. انا بالنسبه للوقت اللي خليته حتى راب لي بهذا الشكل هذا، يعني ما كمليش راه 5 ديال الساعات تقريبا، شي 4 ساعات ونص. يعني بالامكان السيدات تحضروا في الوقت ديال المغرب باش يوجد لها يعني السحور. هذا هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا، يعني كيجي عاقد بحال اللي كيتباع في المحلات، غير هذا كنحضروه في المنزل ديالنا كما كتلاحظوا الشكل، بدون حليب غبره وبدون يعني داك الحبوب باش كيريبوا، وكيجي المذاق ديالو زوين بزاف كما كتلاحظوا يعني، وكيجي رائع رائع الشكل ديالو كما كتلاحظوا. كنتمنى انه هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا معي في القناه ديالي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلوا داك الجرس الصغير بقرب زر الاشتراك باش توصلوا ان شاء الله بالجديد، ونلتقي في وصفه جديده والى اللقاء.